تمرين. نعتبر العددين الحقيقيين التاليتين A و B. السؤال الأول: بين أن A تساوي جذر 5 مع 2. السؤال الأول، إذن لدينا A تساوي جذر 5 ضرب بين قوسين جذر 2 مع 1 إلا جذر 2 ضرب جذر 5 إلا جذر 2. هوني باش نقوم بعملية النشر. تذكير صغير بالقواعد: إذا كان عندنا A في بين قوسين B مع C، وباش ننشر هذه تساوي A في B، ونشوف العلامة الA. هوني ما عنديش قدامها علامة C علامة موجبة، إذن A في B مع A في C. A في B إلا C تساوي A كالعادة A في B، لكن هوني عندي علامة إلا والآ عندها حتى علامة، إذن تبقى العلامة إلا A في C. نرجع للعبارة بتاعنا A. إذن A تساوي، هوني باش نضرب جذر 5 في جذر 2، ننشر العلامة. هوني جذر 5 موجبة مع 1 موجبة مع، إذن جذر 5 في 1. نمر الثانية، عندي جذر 2 في جذر 5، جذر 2 مسبوقة بعلامة إلا، جذر 5 بعلامة مع، إذن باش تجي إلا في معاش تعطيني إلا جذر 2 في جذر 5. بعد باش نضرب جذر 2 في جذر 2، هوني مسبوقة بعلامة إلا، وجذر 2 مسبوقة بعلامة إلا، إلا في إلا باش تعطيني مع جذر 2 في جذر 2. نحسب جذر 5 في جذر 2 تساوي جذر 10، وهون استعملت القاعدة اللي تقول اللي جذر A في جذر B تساوي جذر A B. يساوي جذر 10 مع جذر 5 في 1 يساوي جذر 5 إلا جذر 2 في جذر 5 بتطبيق نفس القاعدة تساوي جذر 10 مع جذر 2 في جذر 2 تساوي 2. إذن عندي مع جذر 10 إلا جذر 10، وبالتالي A تساوي جذر 5 مع 2. بعد بين أن B تساوي جذر 5 إلا 2. إذن B تساوي جذر 45 إلا جذر 20 إلا جذر 8 مع جذر 2 في بين قوسين 2 اللي إلا جذر 2. به بالنسبة للجذور هذه أنا نخير اللي احنا نخدم كل جذر وحده وبعد نبدلها في العبارة. إيش معناها؟ عندي جذر 45 هو جذر 9 في 5، أي أنه بتطبيق نفس القاعدة هذه واللي يساوي جذر 9 في جذر 5. جذر 9
هو 3 تساوي 3 في جذر 5، ونكتبوها 3 جذر 5. جذر 20 بنفس الطريقة هي جذر 4 في 5، أي يساوي جذر 4 في جذر 5. جذر 4 يساوي 2، يعني تساوي 2 جذر 5. جذر 8 يساوي جذر 4 في 2 تساوي جذر 4 في جذر 2 تساوي 2 جذر 2. نرجع توا نرجع للعبارة ب ونعوض. جذر 45 هو 3 جذر 5، إلا جذر 20 هو إلا 2 جذر 5. جذر 8 هو 2 جذر 2 مع، وهنا عندي عملية نشر عادية قوم بها. إذا جذر 2 في 2 تساوي جذر 2 في 2 تساوي 2 جذر 2. بعد عندي جذر 2 في جذر 2، هوني العلامة موجبة في علامة سالبة تعطيني علامة سالب، وجذر 2 في جذر 2 تساوي 2. عندي ناقص جذر 2 مع 2 جذر 2 نحيها. 3 جذر 5 إلا 2 جذر 5 تساوي جذر 5 إلا 2. إذن ب تساوي جذر 5 إلا 2. السؤال الثاني: بين أن A و B مقلوبان. هنا يلزمني نكتب القاعدة. شنو معناها مقلوبان؟ A و B مقلوبان، إذن A في B تساوي 1. معناها وين نلقى السؤال بين اللي عددين مقلوبان نعمل الضرب بيناتهم، لازم نلقى الريزلتا، نلقى النتيجة 1. نستعمل إذن لنبين أن A و B مقلوبان نحسب العملية A في B. نعوض الA لقيناها جذر 5 مع 2 في B اللي هي جذر 5 إلا 2. هوني باش نقوم بعملية نشر تساوي جذر 5 في جذر 5 هوني جذر 5 مسبوقة بعلامة مع، وإلا 2 مسبوقة بعلامة إلا، إذن تساوي إلا. عملت جذر 5 في جذر 5، دون نعمل جذر 5 في 2. ديما كي نخدم نشوف العلامة وبعد نكتب الضرب جذر 5 في 2. بعد مع 2 في جذر 5 و2 في 2. علامة مع علامة إلا تعطيني إلا 2 في 2 يساوي جذر 5 في جذر 5 هو 5 إلا 2 جذر 5 مع 2 جذر 5 إلا 2 في 2 4. عندي إلا جذر 5 إلا 2 جذر 5 مع 2 جذر 5 تتنحى، تبقى لي 5 إلا 4 تساوي 1. وبالتالي A في B يساوي 1. إذن A و B مقلوبان.
أو نكتب أ هو مقلوب ب. ثم استنتج علامة العدد ب. إذا بما أنه قال يستنتج، إذا باش نستعمل نتيجة السؤال السابق لدينا أ وب مقلوبان. إذا أ في ب يساوي واحد. واحد هو عدد صحيح طبيعي موجب، ونعلم أن أ تساوي 2 مع جذر 5 اللي هي عدد موجب. 2 هي عدد موجب، جذر 5 عدد موجب، إذا الجمع بين 2 وجذر 5 هو عدد موجب، وبالتالي ب موجبة. علاش؟ خاطر لو كانت البي سالبة لكان ضارب أ في ب هو عدد سالب، لكن بما أن أ ضارب ب هو عدد موجب، إذا أ و ب يكونوا نفس العلامة، يا إما يكونوا أ سالبة و ب سالبة، أو أ موجبة و ب موجبة. وبما أنه أ موجبة إذا الب هو عدد موجب. نمر للسؤال رقم 3. ليكن العدد سي يساوي جذر 8 إلا جذر 10 على جذر 2. بين أن سي تساوي 2 إلا جذر 5. كيف تعلمنا نخدمه؟ جذر 8 يساوي جذر 4 في الاثنين، أي يساوي جذر 4 في جذر 2 يساوي 2 جذر 2. جذر 10 هو جذر 5 في الاثنين، أي يساوي جذر 5 في جذر 2. إذا السي تساوي، نعوض جذر 8 نعوضه ب2 جذر 2 إلا جذر 5 في جذر 2 على جذر 2. سي تساوي 2 جذر 2 على جذر 2 إلا جذر 5 في جذر 2 على جذر 2. نختزل بجذر 2 تساوي 2 إلا كيف نختزل بجذر 2 إلا جذر 5. إذا سي هي 2 إلا جذر 5. نمر السؤال اللي بعده. بين أن ب و سي متقابلان. يعني التذكير بالقاعدة، نقول أن أ و ب متقابلان، إذا أ مع ب تساوي 0. يعني مجموع عددين متقابلان يساوي 0. نرجع للتمرين. باش نبين ب و س متقابلان نحسب المجموع ب مع س ونشوفوا شنو يعطيني. ب تساوي جذر 5 إلا 2 والس تساوي 2 إلا جذر 5. 2 إلا 2 جذر 5 إلا جذر 5، إذا ب مع س تساوي 0. وبالتالي ب و س
متقابلا. جيم، استنتج أن الجذر التربيعي لواحد مع سي في بين قوسين أ مع سي تساوي ب. كما حكيت قبل، كي نلقى سؤال يبدأ باستنتج إذن سيقع استعمال نتيجة السؤال الذي سبقه. إذن عندنا الجذر التربيعي لواحد مع سي في بين قوسين أ مع سي، بما أن ب و سي متقابلان فإن ب تساوي ناقص سي، أو سي تساوي ناقص ب. هوني سي تساوي ناقص ب، باش نجي نعوضها في العبارة بتاعي يولي عندي الجذر التربيعي دي واحد مع سي نعوضها بناقص ب مع ناقص ب في بين قوسين أ مع ناقص ب. اللي هي تساوي الجذر التربيعي لواحد إلا ب في أ إلا ب. نقوم بعملية النشر، واحد إلا هوني نعمل ب في أ، بعد نعمل ب في ب، نشوف العلامة ب مسبوقة بعلامة إلا، ب مسبوقة بعلامة إلا، إلا في إلا تعطيني موجب مع ب في ب تساوي الجذر التربيعي لواحد إلا أ ب مع ب قوة 2. ونعلم أن أ و ب متقابلان مقلوبان، عفوا، ونعلم أن أ و ب مقلوبان، إذن أ في ب يساوي واحد. يعني بما أن أ و ب مقلوبان فإن أ في ب تساوي واحد. وبالتالي نرجع العبارة بتاعي تولي الجذر التربيعي لواحد إلا أ ب مع ب قوة 2 يساوي الجذر التربيعي لواحد إلا واحد مع ب قوة 2. واحد إلا واحد نحوها تساوي الجذر التربيعي لب قوة 2. أغلبية التلامذة كي يوصل للمرحلة هذه يكتب الجذر التربيعي لب قوة 2 يساوي ب، لكن هذه غلط. علاش؟ خاطر القاعدة تقول لي اللي الجذر التربيعي لأ قوة 2 تساوي القيمة المطلقة لأ وليس أ، وبالتالي فإن الجذر التربيعي لب قوة 2 يساوي القيمة المطلقة لب. شنو نعلم؟ ونعلم أن ب هي عدد موجب، وبالتالي الجذر التربيعي لب قوة 2 تساوي القيمة المطلقة لب اللي هي نفسها ب، لأن ب هو عدد موجب. إذن الجذر التربيعي
لواحد مع سي في بين قوسين مع سي تساوي ب. وشكرا.